السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل لا نبدي نصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم راح نسوي كبسة دجاج. السلام عليكم وعليكم السلام. اليوم شو راح نسوي ليان؟ طباخ دجاج. لا، اليوم راح نسوي اليوم كبسة شنو؟ كبسة دجاج، طريقة سهلة وما رايد لها أي شيء وطيبة ولذيذة. هنا عندنا صدر دجاج وفخذ مال الدجاج، يعني ما نحتاج لا رقبة لا جناح لا شيء لين يصير بعظام، ولا القفص الصدري مالت الدجاج لين يصير بعظام وضويته بالكبسة لين كله راح يستوي عندنا. بس الفخذ والصدر مقطع بدون عظم، الصدر يكون طيب ويكون أحسن. هنا أنا راح حطيت شوية زيت وشوية خليته، بعدين هو ظل يذيب مايه ويشرب مايه. خليت له مية بصرة وخليت عود دارسين، وهنا أنا خليت قرنفل وحبتين من الهيل، وراح أحمسنه كل الزين لأن هو رايد له شوية رايد له حمس. وراح نسوي بهذا الشكل. هنا أنا عندي علبين من الثوم، راح نخليه، لا تخافون ريحة ما راح تصير أي ريحة، بس مجرد ينطي نكهة. تعرفون الثوم والبصل والفلفل الحار ينطي نكهة حادة للأكل. بالنسبة للهيل هو هي حبيبات عطرية، هم يعني راح تنطي طعم كلش طيب، يعني شي على شي راح ينطينا طعم كلش طيب. هي بهارات، تعتبر من نوع من البهارات، يعني خليت دارسين صحاح وخليت هيل صحاح وخليت قرنفل صحاح، باعتباره يكون بهارات صحاح. وإذا تحبون ورق غار بعد هم يعني يكون أفضل. هنا البصل ما سويته كبار هالمرة، سويته ناعم حتى يقدرون ياكلونه وينطي طعام كلش طيب، فسويته بمحضرة الطعام. وعندي بنتي ما تحب البصل فسويته ناعم حتى لا تشوفه، من الشوفة هي يعني بيني وبينكم حتى لا تحس انه اكو شيء اسمه بصل. فمن راح ينحمس وراح يستوي راح ينخلطيه التمن ما يبين انه اكو بصل، هي مجرد ما تحب تشوف المنظر مالته بالاكل. فهنا أنا سويته كلش ناعم، كل مرة أسوي قطع شوية أكبر البصل وأطلعه من يستوي، قلت هالمرة خلي أجرب ناعم. هنا أنا عندنا فلفل بارد خليت، همين أحمسنا كل زين الفلفل البارد. طبعا أبغى يخلون ماجي، أنا ما أخلي ماجي الصراحة لين أكتفي بطعمة الدجاج، ما أخلي ماجي دجاج لأن هو أصلا طعمته كلش طيبة. أو بهارات الأندومي ينطي طعم كلش طيب، إذا تحبون تخلون من عنده ينطي طعم كلش طيب. البهارات مالت الأندومي، الماجي إذا تحبون بعد انتم بكيفكم البهارات اللي تحبونها، بس أنا أحاول أسوي صحي. هنا أنا خليت بوتيتة مقطعة بهذا الشكل أو الشكل اللي انتم يعجبكم، بس خليتها بهذا الشكل حتى لا تنمرد عندي من تستوي. هنا أنا شوية كركم وشوية فلفل أسود وشوية من بهارات الدجاج الطيبة. طبعا اشتروها من مكان، دائما انوه انه اشتروها من عطار يخلطها كل زين، او انتم خلطوها اشتروها بمقادير معينة، اكيد تلقونها باليوتيوب بالجوجل بكل مكانات اكو مقادير مات بهارات طيبة، او احد يعني تعرفونه يسوي البهارات حلوة، اخذوا المقادير من عنده واشتروها وطحنوها. هي البهارات هي تلعب دور بالطبخ اضافة الى الحمص وباقي المكونات باعتدال. هنا أنا الطماطة مؤخر القشر مالتها مقطعتها بهذا الشكل، لأن القشر مالتها كلش مو حلو بيبقى بعدين، بس من خليتها بهذا الشكل ما راح تنمرد عندنا وما راح تبين. هنا بديت أحمسها كل الزين، والريحة طلعت الريحة بكل مكان. قلت لكم تحبون حطوا بهارات اندومي او ماجي، هذا الشي راجع لكم. انا لانه احب الاشياء الصحيه ما خليته، بس اذا تردونه طيب اكيد نخلي شويه من بهارات الاندومي وشويه من الماجي اذا نريد النكهه تصير حاده. بعد اذا خليناهن ما يحتاج نخلي ملح لانهن بيهن ملح. فهنا أنا حطيت معجون، إضافة إنه أنا ما أخلي الملح هسه، من أريد أخليه قبل لا أخلي التمن أخلي الملح. ليش الملح؟ يخلي اللحماية ما تستوي من الداخل، يعني تستوي فقط من الخارج، يم العظم ما مستوية كلش 100%، فما أخليه بالبداية. دائما الملح يقلص عندي اللحم. حتى الدجاج نفس الشي، يعني تجربة صار لي سنين أطبخانه، فتجربتي الخاصة أنا اللي يستوي من الخارج بس من الداخل ما مو طري فأخليه بالأخير. هنا أنا خليت ماي مرقته، ماي مجرد يغطي، ما أخليه هواي، لين بعدين أنا غاسلة التمن مناك ومنقعته على صفحة حتى من يعني أتأكد إنه الدجاجة استوت
نقول 70% نخلي الملح. من نخلي الملح؟ التمن أكيد نصفيه من الماي ونخلي التمن. ف30% راح يستوي عندنا ويا التمن. راح أصفيه وأخلطه كل زين حتى التمن ينزل جوا، لا يبقى الدجاج جوا يحترق عندنا والتمن فوق، لا أخلطه كل زين وحتى كله يستوي عندنا التمن والدجاج والبوتيتة. فشفتوا مجرد الماي شوية صاعد لي فوق. إذا تحبون حطوا فلفل حار تكثرونه أو تقللون، هذا شي اختياري. وهذا هنا اجت تستوي أطقن عليها. إذا شفتها يعني الصوت مالتها كأنه ما جاي أطبل وما لزق التمن بالخاشوقة اللي تخلطون بيها، معناته الكبسة استوت. بالبداية يعني أول ما خليت نار متوسطة، أول 3 دقائق هالنوبة نصيته وخليته يتهدر، وصار عندنا بهذا الشكل والطعم رهيب. وسهمنا وسهمكم والعافية. حطينا هذه، حطينا ماي اسنان بس تعوروا الحوض. مو مال اسنان، قرنفل. قرنفل نطبخها بس لكن وهسه شنو حطينا؟ هيل. هيل. هذا شنو ريحته حلوة ولا مو حلوة الهيل؟ لا مو حلوة. لا حلوة الهيل. حلوة بس. هذا شنو؟ هذا بصل. لا هذا ثوم. ثوم حطوا